اهلا بيكم وفيديو جديد من سلسله اسك توبي. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنراجع حاجه هواوي لسه منزلاها جديده وهي الهواوي فيت. الهواوي فيت الجديده هنتكلم عنها وعن مميزاتها وايه الاختلاف ما بينها وما بين الهواوي جي تي 2 اي. لما نيجي نتكلم بقى على الهواوي فيت، ايه المميز فيها؟ طبعا الشكل بتاعها الجديد اللي هو الشكل السبورت. كنا اتكلمنا قبل كده عن الساعات الهواوي الجي تي 2 اي وان هي تقريبا قريبه منها، لكن الفيت مميزه شويه او ليها ديزاين او ليها ستايل مختلف تماما عن الجي تي 2 اي. بتيجي باربع الوان، بتيجي باللون اللي هو اللون الاخضر ده، ومعاه الفريم بتاعه بيبقى سيلفر، وبتيجي باللون الاسود والذهبي في البينك. ده لون برضو تالت لسه مش موجود حاليا، بس لما في اللانش بتاعها في 1/10 ان شاء الله هيبقى موجود ومتاح. الوزن بتاعها 21 جرام، فتقريبا انت مش هتحس بيها وانت بتتمرن بيها، الى جانب ان هي ووتر بروف، تقدر تنزل معاك لحد 50 متر تحت الميه، مفيش مشكله فيها. اللطيف والجديد في الساعه ان هي سنسور للاضاءه، يعني الاضاءه بتاعت الشاشه بتكون بناء على المكان اللي انت فيه. يعني انت لو في الشمس السنسور بيحس بالاضاءه، فبالتالي بيعلي البرايتنس بتاع الساعه، مش محتاج ان انت تظبطه خالص. ولو انت في مكان ظل او في مثلا هتنام خلاص، فالساعه اوتوماتيك بيبدا النور بتاعها يقل، فده مش هيضايقك خالص في الاستخدام. المميز برضو فيها ان هي البطاريه بتاعتها بتقعد معاك لحد 10 ايام متواصله استخدام، فده شيء مريح. مش كل شويه بقى تشيل الساعه وتقعد تشحنها او تنساها، وحتى لو هي هتفصل منك شحن فانت مجرد بتشحنها مثلا ال10 دقائق قبل ما تنزل، فهتقدر تقعد معاك بال10 دقائق دول يوم بحاله او يومين استخدام. هي طبعا للاسف ما فيهاش، بحكم الحجم بتاعها ما فيهاش ولا مايك ولا فيها سبيكر، فبالتالي ما بتردش على المكالمات، لكن فيها الميوزك وبتقيس الستبس زي ما قلنا، بتقيس الهارت ريت وبتقيس الاسترس وبتقيس الاكسجين في الدم. طيب ايه بقى المميز في الساعه ديت الفيت الهواوي فيت عن الهواوي جي تي 2 اي؟ طبعا متوافقه على جميع الاجهزه سواء اندرويد او اي او اس، تشتغل فيها عادي. المميز بقى في الفيت المره دي الورك اوت، ان انت مش مجرد بس بيحدد لك الورك اوت انت هتعمل ده جوه البيت، بره البيت هتمشي مسافه، هتركب عجله، هتبقى تسويم، هتعمل ايه بالظبط. لا، ده هو بيقدم لك خدمه جديده جدا اللي هي الفيتنس كورس. ده كوتش، يعتبر معاك كوتش على الساعه. بتختار التمرين، انا عايز اتمرن رجل او كتف شولدر عادي، او اي تمرين او اي عضله في الجسم. مجرد ما بتختارها، مجرد ما بتدوس على تاتش تو ستارت، مجرد ما بيستارت، بالظبط فكرتها زي الابس اللي بتبقى موجوده على جوجل بلاي، ان انت بتقدر تحمل الاب عادي وبتشوف التمرينه هو بتتعمل ازاي قدامك ترايل. يعني انت بتشوف التمرينه بتاعتك بتتعمل ازاي، فانت بتشوفها برضو على الساعه، بيبقى فيديو قدامك بيوريك التمرينه او العضله دي ازاي هتحركها لو انت بتتمرن لوحدك. فهو يعتبر وفر لك حاجات كتير جدا لو انت ناوي تتمرن بيها في البيت. بعد ما شفت الفيديو، لو عايز تحجز الساعة أو حتى كمان تعرف سعرها وتعرف ميعاد نزولها، هي تقريبا هتنزل آخر شهر 9 أو بداية 10. السعر بتاعها لسه مش محدد، لسه الوكيل ما حددش السعر الرسمي بتاعها، لكن تقدر تتابعنا وتحمل الاب عشان يوصلك أي نوتيفيكيشن جديدة، وكمان تعمل لنا لايك على الفيسبوك عشان يجيلك نوتيفيكيشن عن أي حاجة جديدة احنا بننزلها.